تعرف يا صاحبي ان في عربية قديمة امريكية بقت سلاح سري في ايد السعوديين؟ العربية اللي ما ينفعش يتقال عليها كلمة مش نافعة. العربية اللي بيتقال عليها فعلا سفينة الصحراء. العربية دي الجي ام سي، موديل الثمانينات السوبربن الكبيرة. العربية دي سنة 1935 اتقدمت للسوق الأمريكي على إنها سيارة عائلية، لكن السعوديين قدروا يخلوا العربية دي وحش للصحراء. العربية دي كانت بتنزل بموديلات 250 حصان 8 سلندر، عربية وحش بكل المقاييس، 9 ركاب، حاجة كبيرة جدا. العربية دي ابتدت تظهر في السوق السعودية في السبعينات تقريبا. العربية دي لو كانت موجودة في مصر كنا احنا هنحطها في المتحف من جمالها ومن حلاوتها، وقد ايه العربية ساعتها كانت فيها كل المقومات انها تبقى عربية شيك وجميلة. بس السعوديين قدروا يخلوا العربية دي متحف متحرك. رحلات البر في السعودية ثقافة منتشرة جدا، والسعوديين بيعتزوا قد ايه ان رحلات البر دي بتبقى جميلة جدا، وهي فعلا جميلة. بس ده بينعكس برضو على العربيات. الجي ام سي لما دخلت السوق السعودية ما بقتش مجرد عربية، بقت عربية بتتعدل، بقت وحش للصحراء. ابتدى بقى ينزل عليها تعديلات على كاوتشات كبيرة عريضة عشان تعرف تخش الصحراء، خزان وقود يمشي العربية 800 كيلو متر جوه الصحراء، رقم كبير جدا، كبير قوي. ده غير بقى ان يبقى فيها تعديلات لسقف مرتفع عشان خاطر تتعمل اوضه نوم ويطلع منها خيمه. شغل عالي بصراحه. العربيه دي من كتر ما هي فخر للسعوديين بيبقى تمنها بيزيد يوم عن يوم، لدرجه ان في عربيه اتباعت من الجي ام سي ديت موديل الثمانينات بمليون ريال، رقم كبير قوي على عربيه قديمه. مش بس كده، العربية دي في البوب كلتشر بالنسبة للسعوديين حاجة كبيرة قوي، لدرجة ان الناس والشباب اللي معاه عربية جي ام سي سوبر موديل ال80 ده ممكن يكون اجمد من اللي معاه مثلا عربية جديدة موديل 2024 للدرجة دي. شركة جي ام سي ذات نفسها في الموديلات الجديدة اعلنت في التصريحات بتاعتها ان الموديلات والتصميمات الجديدة مستوحاة من العربية القديمة. ممكن يكون علشان خاطر العربية دي اتباعت كتير، who knows، لكن الشاهد ان العربية دي اتباعت كتير اكتر في السوق السعودية. السعودية بتبص للجي ام سي على انها عربية تستحمل فعلا معاهم، وان العربية دي موجودة بتشتريها مش عشان بس تسوقها، عشان تورثها للاجيال. بصراحة العربية الجي ام سي موديل الثمانينات السوبربن دي عربية انا بشوفها بصراحة عربية جميلة جدا. انا ماليش قوي في العربيات الاس يو في الكبيرة، بس العربية دي واسعة مريحة ممتازة بكل المقاييس. يعني انت لو هتجيبها عشان تبقى عربية للعيلة وان انت تطلع فيها فعلا البر في السعودية، فهي عربية فوق الممتازة بكتير. يا ريت لو تقول لي رأيك في الكلام ده ايه، لو انت فعلا بتحب ايه اكتر عربية اس يو في بتحبها. ويفضل ان احنا نقارن في الفترة بتاعت الثمانينات عشان الموضوع ما يوسعش مننا، بس خلينا في فترة الثمانينات. ايه اكتر عربية اس يو في انت شايفها ممتازة؟ لو الجي ام سي مش هي الممتازة بالنسبة لك او الشكل الاحسن. وقول لي ايه رأيك برضو في الحلقة. لو عجبك الحلقة بليز بريس لايك وسبسكرايب، لان ده فعلا هيفيدني قوي. شكرا.